مجموعة حاملة طائرات واحدة بتستنزف موارد لوجستية في يوم أكثر من اللي معظم الجيوش بتنقله في أسبوع. 17,000 وجبة، ومئات الآلاف من الجالونات من وقود الطيارات، وكمان إمدادات وصيانة وتنسيق مستمرين على مدى آلاف الأميال من البحر. وكل ده عشان نخلي تشكيل واحد بس شغال. وده الجزء اللي أغلب الناس مش بتلاحظه عن أمريكا. 5,000 ميل من المحيط المفتوح مش فارق معهم انت قوي قد إيه. كل إمبراطورية حاولت تضغط على الولايات المتحدة وقعت في نفس الافتراض، إنه القوة هي اللي بتحدد النتائج. بس هم بيصطدموا بحاجة أقدم بكتير من القوة: الجغرافيا. بس قبل ما أمريكا يبقى عندها جيش، كان عندها نظام دفاعي بالفعل، محيطين وقارة مكتفية ذاتياً، وخريطة بتمتص الضغط قبل ما يسبب أي ضرر. ولمدة 50 سنة كل محاولة لكسر النظام ده فشلت. السياسيين ما يقدروش يتفاوضوا مع ده، هو اللي بيحدد الشروط الأساسية. وده بالضبط المكان اللي طموحات الشرق الأوسط بتتصدم فيه بحيطات سد. الموضوع كله بيتعلق بالبترول ونقاط الاختناق وجيوش بالوكالة. القوات البحرية الإقليمية مبنية للعمل في نطاقات ضيقة، مياه ساحلية، مضايق ضيقة، واشتباكات قصيرة المدى. الأدوات دي فتاكة في البيئة دي، لكن عملياً ملهاش أي لازمة في نص المحيط الأطلنطي. أول ما السفينة بتسيب غطاء جوي من قواعد برية، هي مش بتدخل ساحة معركة، هي بتدخل منطقة البحرية الأمريكية، ليها فيها أفضلية دائمة زي ملعبها. الواقع ده تجرب فعلاً وقت حرب الناقلات في الثمانينات. الأطراف الإقليمية حاولوا يحولوا الخليج الفارسي لنقطة ضغط عن طريق تلغيم ممرات الشحن. كانت محاولة لرفع ضريبة التأمين العالمية علشان يجبروا أمريكا على الانسحاب، مع إن الصراع تسبب في ارتفاع أقساط التأمين وقلق مؤقت في سلسلة الإمداد. العنف فضل محصور تماماً في منطقة على بعد 7,000 ميل من الأراضي الأمريكية. اللاعبين الإقليميين ضايقوا الشحن في منطقتهم بس، لكن ما كانش عندهم أي قدرة يوسع الضغط ده خارجها. القوات الأمريكية حافظت على سير الحركة في الخليج، وفي نفس الوقت الداخل الأمريكي كان معزول تماماً. الصراع ده أثبت نقطة مهمة: القوة البحرية في الشرق الأوسط إقليمية بس، يقدروا يخلوا الخليج مكاناً خطر، لكن الأطلنطي والباسيفيكي مستحيل يلمسوهم. النهاردة العزل ده بقى أقوى كمان، والتكنولوجيا خلت عنصر المفاجأة أصعب بكتير. بس القوة مش الحاجة الوحيدة اللي بتعدي المحيط. مفيش عنصر مفاجأة لما المسافة 3,000 ميل. المحيط بيحول المسافة نفسها لدرع دفاعي دايم. بس المحيطات جزء من الحصن. عشان تلاقي قلب الدفاع الحقيقي لازم تبصي أكتر لجوه البر. بس لما الموضوع يجي لضرب أمريكا، أكتر نقطة ضغط واضحة مش عسكرية في الحقيقة، دي الطاقة. في نقطة اختناق واحدة بيمر منها 5 تدفقات النفط العالمية، مضيق هرمز. أكيد سمعت عنه كتير. قفله مش بس بيعطل الإمدادات، ده بيصدم النظام العالمي كله. بس الصدمة دي مش بتوصل للمكان اللي متوجهة ليه. الأسعار بتغلى في كل العالم، لكن أوروبا وآسيا هم اللي بيتأثروا أكتر، البلاد اللي معتمدة على الاستيراد. أمريكا مع ذلك عندها مستوى أمان ما كانش موجود من 20 سنة. المصافي الأمريكية والإنتاج الأمريكي مش متوافقين تماماً. واشنطن في الأساس بنت حلقة طاقة عالمية تقدر تخرج منها في أي وقت، بينما منافسيها لسه محبوسين جواها. بوجودها على طرفين في النظام ده، أمريكا بتكسب قوة تأثير على الأسعار محدش من الفاعلين الإقليميين يقدر يقلدها. لو عندك نفط تقدر تبيعه في السوق العالمي، بس أمريكا دلوقتي عندها خطوط الأنابيب واسعة التخزين اللي تقدر تخليها شغالة حتى لو الإمدادات من الشرق الأوسط اتقطعت. أمريكا كمان بتنتج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي اللي ممكن يتجمد ويتشحن كسائل في وقت الأزمة. ده بيدي البلد قوة إضافية وموارد ممكن تكون عازل لحلفائها، في الوقت اللي دول تانية كانت بتحاول بأي طريقة تحافظ على الكهرباء شغالة. الإنتاج الأمريكي يقدر يزيد علشان يثبت الإمدادات. أوضح مثال إزاي النظام ده سبق وهدد أمريكا هو صدمة النفط سنة 1973 لما الأسعار قفزت من $3 ل $12 تقريباً في ليلة وضحاها. الرد كان النفط الصخري والتخزين وتنويع سلاسل الإمداد. البنية التحتية بقت هي نقطة الضعف.
النهاردة حتى لو حصل اضطراب زي إغلاق هرمز، ده بيرفع الأسعار بدل ما يوقف الإمداد. أمريكا بتاخد حوالي 8% من نفطها من المنطقة دي، يعني التأثير أقل بكتير ومش مباشر. دول الخليج بتخاطر بإضرار اقتصادها أكتر من أمريكا. لسه عندهم ورقة ضغط ممكن تهز العالم، بس مش هتقدر تكسر النظام. لو النفط مش هيقدر يكسر النظام، الخطوة الجاية هي رفع تكلفة البقاء فيه. المواجهة المباشرة فشلت، فبالتالي الاستراتيجية بتتغير. أكثر أداة شائعة في الشرق الأوسط لمواجهة قوة عظمى مش جيش ضخم ولا صاروخ بعيد المدى، هي الضغط غير المباشر وحروب الوكالة. حزب الله، حماس، الحوثيين والميليشيات. عن طريق تمويل وتسليح مجموعات أصغر منفصلة عن الحكومات الإقليمية، الدول بتخلق معركة غير متكافئة. الاستراتيجية دي هدفها تتجنب حرب مباشرة مع جيش أقوى، عن طريق إنها تسبب استنزاف بطيء ومستمر. المجموعات دي ممكن توقف سفن أو تهاجم قواعد عسكرية. هم مش بيحاولوا يهزموا أمريكا، هم بيحاولوا يرهقوها. طائرات بدون طيار رخيصة، هجمات مرتجلة، احتكاك مستمر عشان يخلي أي صراع مكلف. كل مرة طيارة بدون طيار رخيصة بتضرب بصاروخ ب1,000,000 دولار من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، الحساب بيكون في مصلحة القوة الوكيلة. ده بيحول الدفاع لحرب استنزاف مكلفة. هم يقدروا يرفعوا تكلفة التواجد. خلال هجوم ثكنات بيروت سنة 1983، جماعة محلية استخدمت شاحنة مفخخة وقتلت 241 من العسكريين الأمريكيين. هم أثبتوا إنهم يقدروا يتسللوا من خلال خطوط الأمن العادية ويسببوا عدد كبير جدا من القتلى في هدف معين. أمريكا تعرضت لمأساة إنسانية فظيعة، واضطرت القوات العسكرية تسيب الجزء ده من لبنان. بس لو ركزت أكتر، الهجوم ده كشف عن حالة جمود استراتيجية، نقطة بتوصل فيها قوة مجموعة صغيرة لحدها الأقصى. النصر كان محلي بس ما تسببش في انهيار قوة أمريكا، وما لحقش الولايات المتحدة لحد أرضها، وكمان ما قدرش يمنع أمريكا من استخدام قوتها في أي مكان تاني في العالم. الضربة أثبتت إنه الوكلاء يقدروا يستنزفوا الأطراف، لكن ما يقدروش يقربوا من الجوهر. القصة دي ما تغيرتش من وقتها. لو ما قدرتش توصل للأرض وما قدرتش تحافظ على الضغط، آخر خيار هو إنك تستهدف النظام نفسه. الولايات المتحدة عندها درع ضخم مبني جوا اقتصادها. أغلب القوى الكبرى في العالم متخصصة، وده بيخليهم سهل يتكسروا. يا إما بيضطروا يشتروا تقريباً كل اللي محتاجينه من دول تانية، يا إما يبيعوا كل اللي بينتجوه عشان يقدروا يكملوا. الاقتصاد الأمريكي مختلف، هو شغال زي دايرة ضخمة بتغذي نفسها في الغالب. لو التجارة مع الشرق الأوسط وقفت النهاردة، هتعمل دوشة كبيرة في البورصة، بس مش هتكون كفاية إنها تدمر قلب البلد. أقوى جزء في الدرع ده هو ترابط حركة الأموال العالمية. عشان الدولار الأمريكي عملة عالمية، البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية بيبقوا في نص تقريباً كل صفقة بتتعامل بين الدول. ده بيدي أمريكا قدرة رقمية بتوصل لأبعد من حدودها بكتير. لو حبت تقدر توقف الفلوس عن أي مجموعة أو دولة بتحاول تعمل مشاكل. وقوة الدرع الرقمي ده ظهرت بوضوح في سنة 2012 بعد ضغط من أمريكا وأوروبا. نظام سويفت اللي هي الشبكة اللي البنوك بتستخدمها عشان تتواصل، قطع التعامل مع كذا بنك إيراني كبير من غير بحرية، من غير صواريخ. كانت عزلة رقمية عن النظام المالي العالمي. التأثير كان فوري وشديد، وقيد قدرة إيران على نقل الفلوس دورياً، وزود الضغط على اقتصادها. صادرات النفط الإيرانية انخفضت بحوالي 40% في سنة واحدة، ووصلت لأقل مستوى ليها من عقود. البنوك الأجنبية في الرياض وأبو ظبي ودول الخليج الثانية عندها تريليونات بالدولار الأمريكي، كل معاملة بالدولارات. دي في الآخر بتعدي على البنية التحتية المالية الأمريكية. واشنطن هي اللي بنت القنوات اللي الفلوس بتمشي من خلالها. بما إن كل الصفقات دي في الآخر لازم تعدي على نظام المقاصة الأمريكي أو تشيبس، أمريكا فعلياً معها زرار تقدر توقف به الفلوس اللي بتستخدم في تمويل الجماعات الإقليمية. لو دولة في الشرق الأوسط حاولت تأثر على الدولار، في الآخر هتلاقي مدخراتها نفسها قيمتها قلت. هي زي مواجهة مالية ممكن الاتنين يتأذوا فيها، بس أمريكا هي اللي صباحها على الزناد. الفلوس سلاح قوي،
بس ملوش لازمة لو عدوك يقدر يقفل حسابك البنكي بضغطة زر واحدة. ابتداء من نوفمبر 2026 نظام سويفت حيطلب معلومات مفصلة أكثر ومنظمة للمدفوعات عبر الحدود. ده بيخلي الموضوع أصعب بكتير على الشبكات المخفية إنها تحرك الفلوس من غير ما وزارة الخزانة الأمريكية تشوفها. ولأنه أمريكا عندها أعمق أسواق مالية في العالم، الضغط مش بيكسر النظام، هو بس بيتمتص. لما الاقتصادات الأصغر بتتأثر العملات بتنهار، لكن لما أمريكا بتتأثر الفلوس بس بتغير طريقها، والناس اللي بتحاول تخبي الفلوس بيتكشفوا. لو دولة في الشرق الأوسط حاولت تضر أمريكا عن طريق بيع كميات كبيرة من سندات الحكومة الأمريكية هتقع في فخ السيولة. السوق عميق جدا لدرجة إنه حتى لو حصل بيع منسق مستثمرين تانيين بيدوروا على الأمان حيمتصوا العملية دي. البائع مش حيلاقي بدايل كتير يحط فيها رأس المال بالحجم الكبير ده. في الواقع ده بيخلي الهجمات الاقتصادية الواسعة على أمريكا صعب جدا الاستمرار فيها. حرب تجارية أو حظر ممكن يأثروا على الأرباح، بس مش هيقدروا يهدوا أسوار البلد. مع كده الدرع ده بيتعرض لضغط بطيء. دول تانية بتحاول تبني أنظمة خاصة بيها عشان تتخطى سويفت. هما بيختبروا قوة الدولار، بس الضغط الاقتصادي هو مجرد طبقة واحدة من النظام. المزارع الضخمة في الوسط الغربي بتنتج أكل يكفي البلد كلها، ولسه فيه فائض بيتصدر للعالم. حجم نظام الأنهار الأمريكي الضخم بيضيف جدار تاني لدفاع البلد. حتى لو الموانئ اختفت الداخل مش هينهار، هو بس هيغير المسار. برجة واحدة في نهر الميسيسيبي ممكن تشيل حمولة تؤدي 15 عربة شحن صب، أو من 60 ل 70 شاحنة كبيرة. لكن النقطة الحقيقية مش في السعة، هي في الاستمرارية. الممرات المائية الداخلية دي بتخلي البلد تقدر تحافظ على سلاسل الإمداد حتى لو كل الموانئ الساحلية اتقفلت. قلب البلد يقدر يعيد توجيه التوزيع من خلال طرق داخلية ما يقدرش أي بحرية أجنبية تقفلها بسهولة. أي تعطيل ممكن يتدارك، في حين أن دول تانية تجارتها بتقف عند حافة المياه. ده جه نتيجة عقود من الاستثمار في بذور أحسن وري وزراعة صناعية. المحيطات بتخلي الغزو صعب. الأنهار الداخلية بتخلي النقل رخيص. هي بتنتج طاقتها بنفسها وبتزرع أكل أكتر من اللي بتستهلكه. ومن الناحية المالية هي في قلب أسواق رأس المال العالمية. مع أنه الفاعلين الإقليميين في الشرق الأوسط يقدروا يعملوا اضطرابات، بس هم بيتعاملوا مع جغرافيا قوية بطبيعتها. ده حصن بطبيعته، قارة مبنية علشان تفضل شغالة مهما كان فيه ضغط خارجي. بس حتى نظام ثابت زي ده ممكن يبدأ يبان عليه الشروخ. مع تغير التكنولوجيا الفجوات في الجدران بدأت تظهر. الصواريخ فرط الصوتية بتتحرك بسرعة رهيبة لدرجة إن المحيطات بقت أصغر. في الوقت اللي أمريكا بتقوي نظامها الدفاعي، روسيا بالفعل استخدمت الأسلحة دي بالفعل في القتال، والصين بتجربها بشكل مكثف. هي مش بتتحرك في السماء بشكل متوقع، دي بتعدي على مستوى الأفق. الوقت اللي كان بيدي أمريكا دقائق للتحضير دلوقتي بقى ثواني بس. لكن الأسلحة فرط الصوتية مش هي أكتر حاجة هتغير الموازين. أسراب الدرونز الرخيصة هي اللي هتعمل كده. دلوقتي شخص واحد يقدر يطلق مئات الدرونز الرخيصة اللي بتغرق أنظمة الدفاع النقطي، مش علشان هي متطورة، لكن علشان عددها كبير. الحوثيين ورونا خطورة الفكرة دي في 2023 و2024 لما هاجموا حركة الملاحة في البحر الأحمر بموجات من الدرونز والصواريخ. البحرية الأمريكية اضطرت تستخدم صواريخ اعتراضية تكلف $1,000,000 للصاروخ الواحد ضد أهداف تكلفتها كم $1,000 بس. كل عملية اعتراض بتكلف أكثر من قيمة الدرون اللي بتدمره. الحسابات اللي خلت الدفاع الصاروخي الأمريكي قوي كانت مبنية على تهديدات غالية الثمن. ما كانش معمول عشان يتعامل مع عشرات المسيرات اللي بتطلق في نفس الوقت من منصات إطلاق رخيصة ومتنقلة ومستخبية في الصحراء. وعلى عكس الصواريخ فرط الصوتية، تكنولوجيا أسراب الدرونز بالفعل بتنتشر. إيران بتوفرها وكوريا الشمالية بتطورها. حاجز الدخول منخفض لدرجة إن الجهات غير الحكومية بالفعل بتشغلها على نطاق واسع. اللي بدأ كتكتيك في الشرق الأوسط بقى بسرعة تكتيك عالمي،
والهجمات السيبرانية دي ما بتوقفهاش المحيطات. يقدروا يضربوا شبكات الكهرباء من غير ما يحتاجوا سفينة أو طيارة. وفي نسخة مادية من مشكلة الهجمات السيبرانية، ودي أصعب كمان في الدفاع عنها. 95% من البيانات الدولية والمعاملات المالية والاتصالات العسكرية وحركة المعلومات الاستخباراتية بتمر من خلال كابلات الألياف الضوئية تحت البحر، في حوالي 400 كابل، منهم بيعدوا في قاع المحيط، ومعظمهم مش متراقبين وصعب الدفاع عنهم وسهل جدا يتقطعوا. روسيا اتقفشت قبل كده وهي بتحط غواصات جنب مسارات الكابلات. حملة قطع منسقة مش لازم توصل للسواحل الأمريكية، كل اللي محتاجينه إنهم يقطعوا الوصلات اللي بتخلي النظام المالي يشتغل. قوة الدولار معتمدة على البنية التحتية اللي بتنقله. البنية التحتية دي موجودة في قاع المحيط من غير أي حراسة، والتحرك البطيء بعيد عن الدولار الأمريكي من قبل القوى الكبرى الثانية هو اختبار للبنية المالية اللي حمت البلد لفترة طويلة. الصين وروسيا ودول الخليج بيبنوا أنظمة دفع مصممة لتتخطى نظام سويفت تماماً. السعودية بالفعل قبلت مدفوعات نفط بعملات غير الدولار. سيطرة الدولار عمرها ما كانت قانوناً طبيعي، ده كان نتيجة لقوة أمريكا وعدم وجود بدائل. البدائل دي دلوقتي تتبني ببطء وبعناية، والزمن محسوب بالعقود. وده بالضبط السبب اللي مخلي الموضوع مش في العناوين الرئيسية. التهديدات دي مش بتبان بنفس الشكل، بعضها تقني وبعضها مادي، لكن كلهم ليهم صفة مشتركة. ولا واحد فيهم محتاج يقطع مسافات عبر العالم عشان يسبب ضرر. لما كانت الطاقة هي المشكلة لقوا الصخر الزيتي، ولما كانت التجارة هي المشكلة نقلوا سلاسل الإمداد بتاعتهم. النظام ده ما ينفعش تكسره بشكل مباشر، بتستنى لحد ما يتحول لحاجة تانية. الشرق الأوسط اصطدم بنفس الحاجز اللي كل خصم بيصطدم به، مش قوة أمريكا، جغرافية أمريكا، وده شيء غير قابل للتفاوض. شكراً إنكم انضميتوا لي النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات، فعلاً بيفرق كتير. شكراً تاني، وأشوفكم المرة الجاية في ماباك.